شباب نجحوا بالحظ بيحسسوك ان الدنيا سهلة، بيتكلم عن الصفر بالنسبة له غير الصفر بالنسبة لك انت. صباح الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ النهارده ده فيديو unscripted تماما، مش محضر في اي حاجة خالص. بس يعني موضوع من المواضيع المهمة جدا اللي حاسس ان انا لما اتكلم معاكم بتلقائية فيها الموضوع هيبقى احسن بكتير. بالمناسبة الساعة دلوقتي 6 الصبح. الدنيا في أهدى ما يكون، أهدى من بيتي حرفيا. بس ده أحسن وقت بصراحة، قلت يعني الصبح كده وأنا ما نمتش أصلا، بس ماشي. ده أحسن وقت إن الواحد يسجل في حاجة زي كده يعني. حتة المراهقة والفلوس، واللي الموضوع ده ابتدى يحط ضغط على شباب كتير، منهم أنا في فترة من الفترات برضو. اللي هو يعني هو الطبيعي دلوقتي إن الشباب في السن ده بتعمل ملايين دي كده، ومن الزيرو كمان. ده بيعملوا ملايين، واللي بيقدروا بيعملوا كل حاجة نفسهم فيها، وقاعدين في مكان محدش يعرف يقعد فيه. والحاجات اللي انت بتشوفها ديت زي اللي انت شايفها قدامك كده. المهم ان احنا جايين النهارده نتكلم على جزئية المراهقة او المراهقين والفلوس. الفترة اللي فاتت طبعا ابتدينا نشوف ناس كتير ونماذج كتير، يمكن موجودة اكتر في عند الغرب، ان المراهقين ما اقصدش حاجه يعني بالكلمه دي، بس اقصد اللي هو الشباب اللي عندها 16 17 18 سنه. فاهم انها ابتديت ادور على حاجات كتير، وابتديت ادور فعلا هل الكلام ده صح ولا لا. واللي منها وصلت لحته تانية خالص، وهي مفهوم الصفر، ويعني ايه اصلا بدات من الصفر. حرفيا الجزء ده انا كنت عايز اعمل عليه فيديو لوحده خالص. اللي هو ما هو الصفر، او ايه اللي بيعنيه كلمة الصفر للناس اللي بتقول الجملة دي. لان فعلا الموضوع واسع وشامل قوي، لدرجة ان انت ممكن تفهم بيتكلم عن الصفر بالنسبة له غير الصفر بالنسبة لك انت. انت ممكن تكون فاهم من الصفر، وده المنطق طبيعة الصفر، يعني الصفر طبيعة من الصفر يعني معيش فلوس خالص. بس الحقيقة دلوقتي ان الموضوع مش كده. في ناس بالنسبة لها ان انت تبتدي من الصفر، وده اللي بيحصل وده اللي موجود حاليا. تبتدي من الصفر يعني ممكن اكون عادي. ابتديت عملت موقع من فلوس ابويا وامي. آه، كان معايا لابتوب اصلا تمنه 50,000 جنيه، وبقينا كده بادئ من الصفر. آه، مفهوم الصفر ممكن يختلف لحاجات كتير جدا، وده اللي يخليه عادي جدا انه يقولك بكل ثقة اه انا ابتديت من الصفر يا مان. وانت هتصدقه طبعا يعني. وبيقول لك ما كانش معايا حاجة، وبالنسبة له ان انا معايا لابتوب، انترنت، مكان بقعد فيه، مش عارف ممكن سماعات، امكانياته يعني. دي بالنسبة له ممكن يكون صفر. ممكن بالنسبة له الصفر ان انت ان هو بس خد مبلغ صغير كده في الاول، صغير 500,000 دولار بس كده، مشى الدنيا، وبعدين ابتدى هو يكمل بنفسه. ده بالنسبة له كده هو ده الصفر. جزء تاني مهم جدا برضو هو حتة الدولة. انت ما ينفعش تقارن نفسك بواحد عايش في أوروبا مثلا. الأوضاع مختلفة جدا عن أي دولة عربية انت ممكن تبقى قاعد فيها. دي ما تبقاش منافسة عادلة أصلا، تحط نفسك في مقارنة مع شخص أصلا عايش في ظروف غير ظروفك خالص. هو أنا ضد المقارنات من الأساس. ليه؟ انت حتى لو قارن نفسك بشخص من الوطن العربي، انا برضو ضد الكلام ده، بس بقولك الموضوع هيبقى غير عادل بقى تماما لما انت تبقى بتقارن نفسك كمان بواحد من بره البلد خالص، في ظروف وحياة تانية خالص، تبقى برضو بتقارن نفسك بيه. في جزء تاني بقى، شباب نجحوا بالحظ، الموضوع جه معاهم كده.
اللي هو كان داخل بيجرب في أي حاجة من الحاجات الجديدة اللي احنا بنشوفها. اشترى بيتكوين في 2019. الحاجات اللي انت تسمع عنها ديت، اللي الواحد يبقى غني في يوم وليلة. الكلام ده كله بصراحة أنا نفسي مش مقتنع بيه. مش مقتنع بيه إن هو بيخليك غني، لأ. لا، أنا مش مقتنع بيه إن هو ممكن يعلمك حاجة. لأن هو زي ما بيقولوا كده، الفلوس اللي بتيجي كده تروح كده برضه. انت مش عارف اصلا، انت ما تعبتش اصلا عشان تعمل حاجه من الكلام. والاسوأ من كده، انت مش فاهم ايه البروسيس اصلا اللي انت كان المفروض تعملها الطبيعيه عشان تجيب المبلغ ده. فانت فعليا الموضوع ده في اوقات كتير ممكن يبقى نقمة، ممكن يحطك في اماكن مش بتاعتك، وتخليك تعمل حرفيا كوارث، بسبب ان انت جات معاك كده بالحظ. تعالى بقى يا سيدي المكان المفضل بتاعي. تنبيه سريع كده، عارف ان انا فصلتك، بس في الاخر المايك فصل خالص، فلخصت الموضوع كده كده في الاخر، في اخر الفيديو تماما، فاعتقد ان ممكن تفهم منه. واسف على اللقطة اللي ضاعت دي. إن هي حابب ألخص لك كل اللي إحنا قلناه من الأول للآخر. أول حاجة، ما تشغلش بالك بموضوع مثلا أنت بتشوفه على السوشيال ميديا دي، لأن 90% من الناس ديت، إذا ما كانش كلهم، صدقني بيقعدوا يبرروا لك بس الدنيا، ويحسسوك إن الدنيا سهلة، وهتلاقي في حاجة بيعملوا عشان كل ده عشان يبيعوا لك في الأداء. آه، تاني حاجة أو أول حاجة يعني، الموضوع ده هو الصفر. الصفر مش موجود في الدنيا. عند كل الناس بنفس المفهوم. لازم تبقى فاهم حاجة زي كده ومقدر حاجة زي كده. الحاجة اللي بعدها، ما تقعدش تقارن نفسك بالناس، لأن هم مش عايشين بنفس ظروفك، ولا في نفس مكانك، ولا عايشين الظروف اللي أنت عشتها. وآخر حاجة، رغم كل اللي أنت بتعرفه ده، ورغم كل اللي أنت سمعته ده، ورغم كل المبررات اللي هو قلتها لك دي، أنت لازم تشتغل على نفسك زيهم أكتر من كده. واقعد باللي أنت فيه حاليا، وفوق بقى لحاجات أقوى بكتير على الفترات اللي جاية. وبس كده يا سيدي. ادعيلي بقى أكمل اليوم، عشان أنا حاسس إن أنا عايز أنام من دلوقتي، والساعة لسه 7. لسه هطبق اليوم اللي بعده، عشان ورايا حاجات كتير جدا، ورايا نوم المفروض أظبطه. عواتك.